آخ شلونك يا أمصالي؟ أشو أخباري؟ أشو؟ عم تسأليني عن البلد؟ ولك أشو بدي أحكي لك عن هالبلاد؟ لك خربت البلاد، تشردت العباد. يا أمصالي وتدهورنا والله يا أمصالي. أشو؟ الشباب؟ لك يا قلبي على الشباب، هذا محمد الكبير بعد ما صار مهندس قد الدنيا وقعد جيش وخلص اموره وتوظف وصار كل شهر ياخذ 40,000 ورقه. قام بحقل دروب المظاهرات ودروب الثوره وقطع راتبه. لله الامر يا رب. وخالد كمان صغير يا قلبي عليه. بعد ما خلص دراسته راح على الجيش ورحنا لعنده انا واخوه وظبطناه واخذنا له فروجي وبرطلنا الضابط. وكمان اجاني لهون قال شو؟ قال منشق. لك الله يطرف عمره انهم طلعوا لي بهي ام بخيالي ام بخالي. منين يجوا لي فيها يا رب منين؟ يا زلمه ام بريالي ام بريالي. خارج دخل بالثوره ما بعرف. اهلين يا ابو الحمد لله. تكسر ما تكسير قسما من ايش تكسرته يا قلبي؟ من النوم. ايه حق من النوم. شوفوا يا ابو بدي اقعد هالمره احكي معاكم قاعدة اخوي وقاعدة سلم. شوف يا ابني يا محمد. نعم. انت ما كنت موظف قد الدنيا؟ بلي. ما كنت كل شهر تاخذ 40,000 ورقة؟ بلي. يا ابني اشو جبرك تلحق دروب الثورة ودروب المظاهرات حتى انقطع راتبك وصارت حالتنا بالويل؟ وهذا اللي بيتحنن علينا بكرتونة معوني، وهذا اللي بده يعطينا علبة تمر، وهذا اللي بده يعطينا 5000 ورقة من إغاثي. لكن نحن بغنى عن كل هذا يا ابني. لك يا ابني اسمع مني، لك انا ربيتكم وقت ما كنتوا صغار يا ابني، والله ربيتكم احسن تربيه وحبيتكم اكثر من ابوكم وامكم والله. وانت ولا لا تفكر حالك خلصان من البهدله. انت مو بعد ما خلصت دراستك هاي الكيمياء مثل ما قلت، مو كمان رحت انقلعت على العسكري؟ انقلعت. ما ورحنا انا واخوك محمد لعندك واخذنا لك فروجي بعد جوز حمام شقات رسود مشان اخذ لك الفروجي. فضحتنا ايه يعني الشخصية. وبطلنا الضابط وبعد جوز سيكيات سود مشان برطل الضابط فيي. بيجيني لهون قال منشق. بالاخر لخلودين انت جيتني مهزوم لا منشق ولا شيء. هلا شوف نظركم اللي صار. بتقوموا هلا انتوا اثنين بتدوروا لي على شغلي. مو كل النهار قاعدين لي هون مثل كرة النحل على نوم، وهذا الهيك مدري اشو الانتر مدري اشو نوم، وهذا هيك اللقطه مدري اشو. قوموا انقلعوا دوروا لنا على شغل. بدك تشتغل جدي؟ لك تشبه لكم. لك يا جدي يا حبيبي، لك كل شيء صار وعم يصير فينا ولساتك مؤيد. قسما بالله غريب امركم يا الكبيرين. لك بتقولوا النظام عمل لكم غسيل دماغ. لك يا جدي خربت البلاد وتشردت العباد، ولك ضعنا بين مقدونيا والمانيا، لك اكلنا الورق والحشيش مثل الغنم. لسه مؤيد هذا النظام يا رجل؟ لك يا ابني لك والله انا ماني مؤيد، لك والله بكره النظام الله يقطع ويقطع سيرته. لك يا ابني انتم ما شفتوا شو صار فينا بالثمانينات يا ابني؟ ولك ياخذوا العالم من بيوته ويذبحوها قدام اهله يا ابني يا محمد يا مهندس يا مثقف. لك انا خوفان من النهايه يا ابني. ولك النظام ماكر والنظام خبيث والنظام اخذ قوته من الدول اللي عم يركع لها ومن الدول اللي عم يكولك لها. ونحن علاقنا ببعض يا ويلي علينا. على هذا مؤيد وعلى هذا معارض وعلى هذا علماني وعلى هذا متشدد، ولله الامر فينا يا ابني. افهموا علي؟ زمن فوضى يا ابني. بيننا ضليتوا تقولوا عن جيلنا، انتوا شو شفتوا؟ ربيتوا على الحليب وسيري لك لحتى مرت علينا ايام ما مرت على بغداد بزمن هولاكو. ضحكتني هولاكو. ولك يا هولاكو وين يجي هلا ويشوف ايش عم يصير فينا، ولك يسمع صوت الميك ولا شخرة البرميل قسما بالله لا تشيل عكوسة الراس اللي ركبته. هلا شيلنا من هذا فولاكو ما له علاقه فيه. اسمع لك لك انت وياه. يقولوا الاوليين اللي ما عنده كبير اشتري يا محمد؟ بيشتري كبير. كويس الحبيب يا ابني انتوا اشتروني والله انا كبيركم يا ابني. والله انتوا ضحيتوا كثير. انت يا ابني يا محمد ما كنت موظف وكل شهر تاخذ 40,000 ورقه، كنت تلحق لك جروب الثوره والمظاهرات وقطعوا راتبك. وانت يا ابني ما كنت عسكري عين الله عليك.
ورحنا انا واخوك لعندك واخذنا لك فروج، يا الله لا يسامحك بعد جوز التكاشف. المهم برطلنا الضابط بجوز السيكيات، وكما جيت لهم مشقوق. لك من شق كم مرة قلت لك من شق؟ لا منين كده هاي العبارات؟ يا مشقوق مفتوق ما لي علاقه فيك، بتقوموا هلا بتدوروا على شغل يكرف اعمالكم. محمد قدم جيب لك لاشتي يا ابو. ظهري انا طالع بيش حمام. هيك بدك يحكي؟ اسمع صوته. انت عم ترد عليه كمان، بس انا معه حق يعني. طلع لا تصير مثل جدك، صير هلا اخوك يستلمك انت بتستلمني، انا بقدر استلم اولاد الحاره؟ احنا كمان بدي اصير يا خالد لك شايف وضعنا عم ندين حق الباكدين، وانت منشق قائد دبابي وكنت شاطر في اختصاصك، روح انضم لك لشيء بسيط منه بتجاهد ومنه بتاخذ راتب معوني كل شهر يا زلمه. اقنعتني عن جد بهذا الحكي، اقنعتني. بتقول عني انت غريب عني، لك ما رحت من اول ما شقت رحت لعند الشباب، فتنا لعند قائد هذا الكتيبه، السلام عليكم السلام، قال تفضل يا ابني، اشو اختصاصك؟ قلت له قائد دبابي، قال لا هيك صفن اعطاها حقها. قال سلموني يا شيخ قاسم المالكي. قلت له يا معلم يا شيخ يا خيو، عبد الله قائد دبابي. قال لي يا عسكور، انا مني قال لي يا عسكور انشق شقفتين، انشق قلت لي فكر جدك عم قال لي يا عسكور. قال عنا دبابي وحدي وابن اختي مدلل لسه ما خلى الجيش، واختي غالي بقى بدي اسلمه الدبابي له وانت تستلمي الرياش. طلعت هيك في وصفنت هيك، بس بيني وبين حالي قلت النظام خرب سوريا كلياتها بس مشان ما ينقل من خالته من محافظه لمحافظه. نحن خربنا الثوره بس مشان نسلم بنخت الدبابي وبن خالتي اعطيه فيلم، قسما بالله شيء مريض. والله كلامك صح، يعني قليل من المنشقين بيستلموا شيء باختصاص، لان 3/4 بلكوا بتركيا والباقي بيركين عباب المحرس عباب المقرات عم يحرسوا مشان الراتب. والحجاب استنى 23 57 خلينا نضل. لك خالد بما انه انت خايف قال من اول متظاهرين ومن اول المنشقين، صرت لي اول سنه محمد بوعزيزي، ليش ما طلعت توظف لك شيء بهالثوره؟ والله ليش؟ رئيس مجلس محلي. والله لك ما بدنا نرقد على الكرسي، كثير نرقد على الكرسي، تصير عضو. مدير فرن، لك مدير مدرسي، ولك مراق، المهم اشتغل. شوف يا خايب ثورتنا هون بتضيع. استلموا الوضع هيك مجموعه من الناس. هون عم يتحكموا في امور البلد كلها، هم بيحطوا مجلس وبيشيلوا مجلس وبيحطوا على كيفهم يعني. صدقني خلعهم اصعب من خلع بشار الاسد. لك خاي انا هي اشتغلت كلام بحبها. يطلع هيك اذا عندهم مؤهلات منيحه، الله يوفقنا نصفي. هلا مؤهلاته للامانه قويه، يمكن اكثر واحد فيهم معه صف تاسع. مع احترامي للناس كلها، بس الثوره قامت لتحط الشخص المناسب في المكان المناسب، لانه انت وقت اللي راح تحط الشخص المناسب في مكانه المناسب راح ينتج في صدق وفي اخلاص هذا الشخص المناسب اللي انت حطيته في مكانه المناسب. ايه يا ابو مناسب. تعرف شو؟ نحن بنضل نقول عن جدي خرفان ومدري شو، قسما بالله عم يشوف فينا عم كرر نفس اخطاء النظام، لا منطقتنا محرره، بس شوف السرقه، شوف التجميل، لك شوف الخطف، مين اللي خطفك ما بتعرف؟ قسما بالله لا اخر شيء تجيك الميك وتسيطر عليك. انا دائما يمكن قلت لك جدي صحيح ميماتي، بس فهمان الوضع اكثر منه. بس انا دائما بحب سكته لانه والله بسمعوا ليجولوهم يدخلوا دفن شعره على الله. مشكلة كنا ببشار واحد، هلا صرنا بآلاف البشاشير، لا وكل واحد بينزف لك على الكرسي فعلا لسنة الأسد، لكن ما بيتقبل لا نصيحة ولا شيء، يمشي لك يا أرض اشتدي من حدا قدي، قسما بالله محروم وكذكروم. خاي انا برايي كمان خلينا نحن نقصر لساناتنا ونقوم ندور على شيء شغلي، لانه مثل ما قال جدك زمن فوضى ضايع الطاسي. تقعد على الانترنت ربع ساعة، بدك تهدي، بتنزل نكتة، بنط واحد مسمي حاله ابن المقفع، بقول لك يا متشدد يا زنديق يا علماني دير بالك على حالك، تحذف بالشاهد بنط واحد اسمه اشو؟ جيفارا، يا متشدد يا اسلامي، بدك بتحذفوا له للنت وكله بتقعد هيك متابع، بنط مالك بهالكراسي، قسما بالله مضل. شايف لك كثر الحكي عنا بالعالي وراسي. في ابو جاسم انا حيرته في بالي من نهارين. الله يوفقك. لا مشان شغل انا وياك، فاتح حراق جديد مشري بلكي بنلاقينا شيء انا شغل. الحراق ما بشتغل، بيصيبني سرطان، لا تخلي هذا بلعب ريحته بتلعب النفس. ابو جاسم لا ريحته ما فيها شيء. لك ما ابو جاسم، ابو جاسم مثل البسك، بس الحراق ريحته مثل الكزك. لك يا اخي انا نتحمل وخلينا نصلي
الساطين بالايه انا بقى طاولين احنا احنا بدك صف المصري. قوم لوين؟ لا قوم وشوف الزلمه. معك حق 13 جرام. لا اصلا ما بداش المرة. وين هذا ابو جاسين؟ وين بدك تعطيه؟ ابو جاسين ابو جاسين تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليكم. شلونك ابو جاسين؟ على راسي والله. شو اخبارك؟ والله الحمد لله رب العالمين. تفضلوا طلع. شلون ابو جاسين؟ مسلم عليك والله. على راسي. لك الا القديم ابو جاسين. خسرت ديب على الموجود. تفضل طلع يا استاذ. ابو جاسم بتعرف انا من اول الثوره طلعوني من وظيفتي واخويا كان عسكري منشق. كان عسكري؟ ايه كنت عسكري اول الثوره، بس صارت الثوره شرطين. قسما بالله شرطين. كبرناه حصل عليه. على القليل انا شرطين انت خدمت. عنده عقدي لا لا تقول عسكري. طبعا عنده عقدي يا هيك يلا كلياتنا خدمنا جيش وبالكلاج وغصب عنا وكنا نعمل حفلات وعزايم وقت اللي نخلص عقد وما معطاه. بس فضل اياه بقى اذا في مجال نشتغل بالحراك الجديد اللي عملته مشرف. خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. بس حكوا لنا الشغل كثير صعب والله العظيم، وايديكم ما شاء الله مبين هيك علمي على الورقه والقلم يعني. بنستلم مهندسين هون محاسب ايش هاي والله بدها عالمه يعني ما هو بدكم. نشتغل ليش نتعود. اهلا وسهلا. عندكم الرواتب قليل كثير بتاع. على بعض الالعاب 5000 مو اكثر والله. 5000 اللي ما بتخاف من الله؟ عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك بلا. ايش انت عم تنحرني؟ شغل كم بدك تدخل انت في النهار؟ 4 شغل حق قدرتك؟ 105 شغل بدك بالشهر؟ 10 يعني ايش مستفيد؟ احسن ما متدينتين فضة تكلنا على الله. اهلا وسهلا. كأئمة الدوام انا عم اوعد الطبخه ان شاء الله، بس تجهز تطبخون. والله 5000 بلعناها. لا حول. بس كمان عم تطبخ بدك ايانا نجي؟ لا حول ولا يا خاي جد كبير وما يقعد عليك الاذن اذا قعدنا معه، بخينا طبعا كلوا وارتاحوا وشكلوا عنا معكم. هلا هيك انت مهندس واخوك استاذ؟ ايه يا حبايبي هاي طبخه فيول اسمع. قلت لك انا بعرف انا اعطيك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على راسي. ايمتى بنجيك؟ ان شاء الله انا مخبركم. إيه ان شاء الله. يا انصاري تعال وين الشغل؟ الشغل يا انصاري. كل عمرهم اولاد عز ومستفين بالدار وبيجي كل شيء لعندهم. وهلا من ورا هاي الامبريالي عم يشتغلوا بهذا الحراق مدري ايش كان اسمه. امبريالي. اهلين يا قلبي. اهلين يا رب الامبريالي استوى يا اخي. يعطيكم العافيه يا قلبي. يعطيكم العافيه. الحمد لله رب العالمين. استريح يا ابو استريح. رد فينا حين ما لك عمني انا يفوتوا على الحراق ينطفوا. لك يا ابني، لك يا قلبي، ما هو الحق عليكم. ما هو انت كنت كل موظف وتاخذ بالشهر 40,000 ورقه، ويا ابني جيت لحقت لي جروب المظاهرات وجروب الثوره حتى خلعوا كل وظيفتك. وانت يا خالي ما هو كنت بالجيش. نحن انا واخوك لعندك اخذنا لك فروجي وبطلنا الضابط يا زلمه. شو الحطها هاي الفروجي؟ الفروجي يا ابو بعد جوز الجقاجرة 750. جوز سكيات مال مي قد صاروا 3500. راس الشهر بقى 5000. فبين كلني لك. ما سبق تجيب لي سيره الضابط والفروجي. اتفقنا يا قلبي. تعطيني خذ 60. ما بقى بدك يبتلف عمرك على ريحه مثل الكزرك. اشو ريحته هذا اخوك يا ولد؟ جاي ريحه الحراق والفيول وهي الشغلات هيك عم اشتغل فيها. مالك محمد؟ ما اقتنعت يا ولد؟ لا تكونوا عم تشتغلوا شغل من قفا ظهري. قسما بالله لا تشوفوا اسمي هذا. يا جدي يا حبيبي جايين بالشغل وريحتنا بتصعب على الكافر ابشع من ريحه الكزك. من مين تطلع هاي الريحه؟ غير من عامل المجارير وعامل الحراق وابو جاسم. قسما بالله كرهنا حالنا. يا ابني ما هو الحق عليكم. ما هو اخوك كان موظف. يا ابني يلا معلش وكلوا الله. قوموا روحوا غسلوا. تعالوا طبخت لكم الحراق. اشوف لا بس مصباح حلو. لك هلا اذا غسلنا وراحت هاي الريحه وانت بطلت تشمها، انا ما بقى شمها. قسما بالله عشقك تعشيق. اذا بضل منقوع اسبوع في الكلور والفلاش والمدار. يا ابني ما هو وراكم. انت ما كانوا موظفين كانوا موظفون. ليش بطلت؟ قوموا يا ابو معلش. يقول المتين ولا الاوليين. ايش بيقولوا؟ اذا جار عليك الزمان عندك اولاد الدلال. تمام. قوموا يا ابني.
روح اتحمموا اشفكوا دمعة عطور بدبر الله. والله ألف عطار ما بيلحقوا لحرة. تعال اشوف بدك تصب لي حبسة حمام. لا حول ولا قوة الا بالله والله هالجان بيها راح تجوز زي هيك. قسما بالله تنكري هلاك. شوف يا خالي اشوف لكن وين جدك حيطة البشكير؟ لك ايش ما عرفني صلي عليها. لا ما إله بعرف وين بيحطها جدك للبشكير. لا إله إلا الله. انا نشفت بسلكه. من هالجنة علي السلطة بس البشكير اللي حط وين؟ بس انا سمعانك يا ولد. على راسي يا يا جدي. زلمة حيطة قلب المحاط اشوي البشكير. قسما بالله جدك خفاك. بقول لك يا ولد أنا متكسر وكل لعبان طابي. طلع لقط شبكي هلا تطلع عن الجيران. تعال. وين بدك تنام؟ جدي لك جدي لك طيب اشرب الساعة 10 بالليل زين يا رجل. ليش حنسوي مني عم تشحمك؟ لا لا بديش حمام. مالك علاقة يعني؟ ما بغسل نام انا. لا بدنا ننام. الله اكبر بصك سيدي اصلا. يا أولاد الأولين لا لا لك هلا كنت حل مصيبي يا رجل. نسيت والله. معك بزر؟ توجتك عم تصل يا الله هذا هيك. انا عاصد انام. عجب ما بدك. يا في رجلك لاميك خايف. يا ولد قوم لك جدي ما بخطك هلا. قوم لك حيوان يا شباب. قوم لك حيوان. يا ربك شو فيك؟ يا ربك. تكبير انتم ولا بالكم؟ مين محمد بن خالد؟ أنا سعدان وأم سعيد. انا جدي. لا ترفعوا الصوت. هذا ختيار مينو؟ هذا مين هذا؟ امنا جد طلع بالك يا ابنك المال الله ما اشحطه ما اشحطه. قل للشباب ايش عاملين وبعدين مينك انت حتى اعرفك. حجي ما في داعي تعرفني وبس يروحوا عنك بيعرفوا شو عاملين. لك يا ابنك المال الله فهم علي. الامل من زمان لما كان يفوت على بيوتنا يقول لنا مين هو ومن اين فرح وليش جاي. لك ليش انت هيك يا ابني؟ حجي الملك ما بضل على الفاضي اترك اشوف شغلي احسن ما اشيلك معهم. ايه صدقت. بدك تشيلني معهم؟ بسطوا يا محمد. هاي الكرامة اللي جبتوا لنا اياها يا ابني. مبسوط يا خالد؟ هاي الحرية اللي جبتوا لنا اياها يا قلبي. وانت يا ابني مو بدك تجاهد؟ بدي جاهد بالك ما بيغطي وجهه ما بيخجل. مالك زلمه هذاك مسك كل بده قص وانا صبر عليك يا انا خديان اغلى قطر سكوتك احسن لك. صدقت. انا ختيار تروح عند ابوك وتقول له يا ريت ربينا من اول وجديد. لانه مثل ما قال الاوليين اللي استحوا ماتوا. جدي مشان الله لا تدخل الاوليين. من بدخلك تحل المصاريف؟ بس يا شباب يا ربع نحن اشو تهمتنا علمانيين الا متشددين الا اشو. والله يا خاي من حكي مع جدك من نوع هذا الكياس هذا اللي حمس قلبي جوا تهمتنا علمانيين. كنا قاعد افرس ايها الزنديق تبت يداك. هذا الكياس دقيقة بس دقيقة. كم حجي لك الله يكسر ايديك. لك الله يعبر بيتك. لك عم تنفش خيار. شو عليك؟ فكرت حالي نصار والله. وينك؟ اخ يا شعري. لك جيبي عم يوجعني. مي محمد مي لك مي. شوف يا سيدي يا شيخ. هون يا شيخ. شوف باين عليك من حلال انه طلبت لنا مي لانه صرنا 3 ايام جوا نعرف طعمتها. وبعدين ما بفكر غير ركبها يعني قسما بالله هاي الطريقه اللي جبتونا فيها ما بيشتغل فيها غير اولاد يعني والله العظيم بيكون جدنا انجلط ومربينا احسن تربيه يا مهندس.
اخوي استاذ ليش هيك يا شيخ ليش؟ طول بالك يا اخي، طول بالك واحكي على مهلك ولا تتلفت. بس على ما يبدو في سوء تفاهم. انا بدي العمال اللي يشتغلوا عند ابو جاسم بالحرام، ماذا انت عم تقول انك مهندس واخوك استاذ؟ ايه استاذ قبل الثورة، بس بالثورة مظلوم ومتشرد. استاذ شو؟ استاذ كيمياء. كيمياء وبتشتغل بعمل حرام؟ لك واشتغلت في المجارير انت اكبر قدر. وانت مهندس شو؟ انا مهندس بشري مهندس مدني. مدني، كنت عضو بنقابه الفنانين. لكن بقات المهندسين. وهاي تركت باول الثوره والله. ليكم شباب، انا بعتذر منكم كثير عن هالطريقه هي، وامانه خلي جدكم يسامحني انا، بوسوا لي راسه امانه. بس ايش الشغله اللي اكلنا عليها كان قتل قسما بالله حسن علي ابو غريب. لكن فشل ابو غريب وفشل الدنمر كمان يا شيخ. لك انا عسكري انشقت انا وحسين هرموش سوا نفس الهاب. انحبست شهرين في المخابرات الجويه، ما شفت قد اللي شفته بهاليومين جوا. لك هنيك على القليلي ما قالوا لي اشوف ايميلك، هون حقهم وسماهم بدهم يعرفوا اشوف ايميلي، ما بعطي. شوفوا شباب، صار في سوء تفاهم مع ابو جاسم والحمد لله انحل. الله اكثر عالق من الروم يعني نحن؟ ايه بامان الله. بس من بعد اذنكم بعد 3 ايام شرفونا لهون الساعه 10 الصبح ضروري. والله بتلاقي تشرب ما بخطط. كله خير شباب، كله خير. كله خير. زمان بياكل راسنا وتزعل. شيخ اتصل يا شيخي بعد اذنك بنسالك سؤال بس ما تفوت لي جوا. تفضل استاذ شو؟ قل لي عليك الامان. عليك الامان مو عليك السلام، عليك الامان. خلص عليك الامان احكي. زلمه مثقف وواعي وابن حلال مثلك، شلون مشغل معه هيك ولاد حرام؟ لقوا بالتجويد خصخص. شوف بالنسبه لهالموضوع هذا هيك شغله بدها هيك ناس. ايوه وصلت الفكره. الله يحميك يا شيخ اولاد كذابين. ابو ليس تعطي كل واحد 5000 ومعك والله عن الشغل ظلمناهم كمان. عمرك شيخ؟ يا قلبي الحمد لله على سلامتك. يا جدي قسما بالله هارون هري. يا قلبي قسما بالله صليت 3 ايام ما طعمت حمامات. حزين واعي. قوم اعمل شاي. اشو لك؟ صرنا خريجين حبوس نحن على آخر الزمن. يا طبعا مو وقت بدك تترك وظيفتك. كنت تذكر بقى الله خلص المشكلة وانحلت وطلع هذا الشيخ تبعهم عن جد كثير ابن حلال ومتفهم وطالعنا وعطانا كلمة 5000 كمان. لا يبقوا ما اعطوا شيء. ما أعطوا. أمنا نبوس راسك، أمنا اللي خصخص. بس أشو قال؟ لا بقى تجيب طال الأوليين مو وقال قال قال يا يبو هلا انت عم تخلي الشيخ طلع ابن حلال. اذا ابن حلال وكل هالضرب وكل هالتعفيس شلون بقى يكونوا بالحرام؟ بيجيبوا لي اياكم مكياس؟ هيك صوتك. أشو هدي صوتي؟ أشو تعرف شنو هو؟ طال لي كتفي ما أخو تعال شوي. خذ ضرسي. أشو عم تحكي؟ عن جد حزين واعي. تعرفوا لك يا ابو؟ لا والله بدي اضحككم بس ما وقتها. لا والله كانه هالقتله والعفسه لو واحد منكم ريحه هذا المرات الحرات. انا فضلنا نفض ودقونا دق بنظف اللي ما بينضف. لا وخاصة أنا أبو العرمرم هذا أبو العرمرم اللي بيستلمني قسما بالله حصرني بالزاوية يا جدي على رقع بدخل على غرفة الداجي عجمي بدخل أنا وياه رفقات من قبل الثورة. يلا كسر ايديه وجري. هلا شوفوا يا ابو الحمد لله على السلامة. بما انه صاركم طالعين من السجن شهري 5 دقائق فقط فترة الاستراحة خلصت وبكره الصبح على الشغل لا تاخذوني بالعطة عرفاني؟ ايه الله يعلي مقامك يعني ويعزك بس لاقيك لاش تفوت في اجري لانه صارت نمرتها 96. بدك روح عفيان يا ابو ما في داعي. جدي؟ نعم. ايمت من لخينا اغراض تفوت بهالجسم المورم هذاك الوقت بنروح على الشغل. يا ابو بتروح بلا اغراض امرك لا الله. روح انت بالاغراض. حسبي الله ونعم الوكيل. تعرفوا لك يا ابو؟ قسما بالله هيك وهرفتوني فوتوني بالعمي بالحيط. بالعالمين ليش بتحكي فصحى؟ المهم سمعتوا العك.
هيك عن جد هذا الشيخ تبعهم طلع ابن حلال؟ اي والله شربنا مي والله. اي والله قسما بالله حبيته بلا ما اعرفه. بنحب. لك يا ابني اسمع مني والله هيك عالم حصرا اذا كانت قوات لك بتحببكم بدينكم، بتحببكم بثورتكم، بتحببكم ببلدكم، بتحببكم بحالكم كمان والله. ارفعوا ايديكم يا ابو خلينا ندعيكم. يا رب يا رب علي مراتبه يا رب، يا رب يا رب انصروا يا رب، يا رب. يا رب ثبت اقدامه يا يا رب. رب. قولوا امين يا رب. امين. اما مثل ابو العرمره اثنين الاخ بيطالعوك عن الملي كلياتها. انا في هذا تعلمنا ركزت حمل. يا ابو ضربوكنا على راسكم كثير. يا ابو وين ما ضربونا؟ اخوك صار مثل حمام المصروع ما رضي يعرف يحكي. شلون صار الحبس تبعك؟ تمام يا ابو بس والله امس قلت لك شغله يعني المراجل عند ابو حسين هدوا عليها. ما رجل ابو العرمره جوا؟ والله موضوع لا عليك. والله العظيم انت كده مين جوا؟ عقيد شيخ تعال شوف بنفسك شوي تحكي معه شوي ما تعصب في الفكر ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ما لقيتك راس جسمك ورا. أمان بوصلوا لي راس جدكم واستسمحتوا لي منه؟ ايه والله دعالك وامنا ما تدري. اي والله لقيت. مباشر. بس شيخي شان الله قسما بالله صار 3 ايام ما نمت. قل لي اشهد لك منه. والله العظيم لبست 3 جديانات تحت بعض تحسبا. ليكم شباب أنا بعتذر منكم عن الطريقة اللي تصرفناها معكم وأنتم مبين عليكم ولادين حلال الله يسلمك. ومناصبكم مؤهلاتكم أقوى من أنكم تشتغلوا عامل حراء عند أبو جاسم. لذلك يا محمد باعتبارك مهندس أنا رددت لك الأمور اعتبارا من بكرة بتروح تستلم المجلس المحلي، رئيس المجلس المحلي. قد بيعطيك لك رئيس مجلس محلي. لك رئيس مجلس محلي. لك شيخي شان الله ظبطت لك شي شغله يا اخونا رئيس المجلس. وأنت يا خالد بما أنك أستاذ كيمياء أكيد بتفهم خلطات البارود لك هاي شغلتي انت بس حمل لي مواد قسما بالله لحتى اصنع لك صاروخ اولاد كذابين يشيلوا من لا قصر الجمهوريه من المهاجرين يزدوا وين الحزام في ايران شنو هذا؟ معناتها من بكرة بتجي تشتغل معي بمستودع الذخيرة. هلا صار عن جد جديد لا عن جد جديد انت رئيس المجلس. ايه عن بس جد. يعني بكره بروح هيك بديهم طبيعي ومحل أنا رتبت هي الأمور كلياتها اعتبارا من بكرة بتروح وأنا سيف بظهرك. بس شوف يا محمد أهم شيء مصلحة الناس. على راسي مو فوق. مصلحة الناس أهم من كل شيء. تكرم عينك. يعني اشوف انا مكيف من صيانه وابو العمره بفاق الجهاد. لك نروح بنجيب جدي. ما هذا لك تعال طفى تحت طبختها السماء بتعال اشرب لك سيكاره. اخ يا ولد متكسرنا. راسي والله شلونك؟ انا انا مجلسين عم نشتغل مع بعض مظبوط؟ ايه مظبوط. والله يا ابو خالد زلمه كويس وطيب ومن الحلال وقلبك مليون. ابو سوس مرمي قسما بالله. لا يا زلمه لا تفهمني غلط. طيب خلي في الموضوع مباشره. والخبراء لو مالك مثل اخوك ما حكيت معك هذا الحكي. عقود الاوليه يا شباب ايش عم يصير؟ لك ابو الزوز ايش عم يصير عليك؟ ما هو انا من سني منبهك، لا تقلي عقولة المثل وعقولة الاوليين، لان بتكون بتحل المصايب وشوفت عينك شغلنا كله بين القذايف والبيت. تخلي في الموضوع مباشر، ايش جيت تخبرني يا رجل؟ ابو خالد اخوك محمد استلم المجلس المحلي في شهر السنين مظبوط؟ مظبوط. ومن عند استلم المجلس لحد هلا ساعة الاوضاع، قضيه الخدمات، هذا الخبز، هذا المازوت، هذا المي، انت عارف هذا الحكي ما بتقول هذا الحكي انا بعرفه، بس انت اللي ما بتعرفه انت انه من سنه ما اجى دعم للمجلس، وانه اخوي محمد صار له 4 شهور ما قبض راتبه وانا اللي عم بصرف على الدار. يا ابو خالد صادق والحكى لك كذاب.
لا يا زياد، هذا الحكي حكي محمد اخوي. محمد اخوي اصدق منه ما في بنظري. يا ابو الخل، من فتره شهر اجى المجلس المحلي مبلغ $50,000 خلال ساعات ما ضل منه ولا ليره. مو بس هيك المجلس المحلي انكم جيتوا بكيلو بشكي، لك ما ضل زين جاي يبرق على باب الجامع ويشحن يا رجل. هذا الحكي انت منين جايبه؟ جابوا من الشارع، جابوا من العالم كلها بتحكي في الموضوع يا ابو الخل. لك حتى محمد اخوه بضل الشيخ لعينه، عين رئيس المجلس، حتى وظبيط حرب مع فصائلتين وريشيه اللي في عمليه تجوير وخطف. الشيخ حتى الشيخ بتروح معنا عنده؟ بنروح. واو. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم يا شيخ. شيخي، أنا سمعت حكي عن محمد أخوي وجاي أتأكد منك وبتمنى يطلع هذا الحكي كذب. تفضل شوف يا خالد، انت زلمه ابن حلال، صار لك سنه بتشتغل معنا وما حدا شكى منك وما اذيت حدا نهائيا، واخوك محمد ابن حلال، بس المشكله انه استزار لاكل الحرام. محمد أخوي مستحيل. لا وشو كمان مظبط حاله مع فصائل وعم يدفعوا له مصاري، عم يدفع لهم مصاري مشان يخلوه على الكرسي، وعم يشلح وينهى كله على حساب الناس. محمد أخوي، طيب يا خاي، إذا الحكي هذا مظبوط وعم بتقول عم يشلح وعم يسرق، طيب ما ممكن حطيت رئيس مجلس بتقدر تشيله مشان الله ما بده يخسر دنياته واخراته. ابو الخل، انت ما غشيم، ثورتنا صار لنا 5 سنين، كل فتره وفتره بيطلع فصيل بيعلن نجمه ويصلح ويبلش يتراجع، وانا زلمه انطفى نجمي ما عاد يطلع بايدي شيء نهائيا، لانه مظبط حاله مع باقي الفصائل كلها مشان يضل على الكرسي. يا حيف يا محمد، يا حيف. لك وين سمعت بهذا الحكي؟ قسما بالله لا يخير على الارض وما يفتريش. لا وفوق كل هالشيء هذا امسيات شفته بالشارع مشان انصحه، سلمت عليه قال ما انه فاضي عنده اجتماع وضل ماشي. طيب والحل؟ ما في الا حل وحيد بحسن اخدمك فيه، تبرك انت وجدك معه وتحكوا معه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه ويرجع لدينه ان شاء الله. عن اذنكم انا تاخرت، في عندي شغل او سير. هذا المسدس على ورشه التصنيع. الحكي ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ويك يا جدة من لك ليل نهار عم نشتغل لمصلحة هالناس، والمشكلة ما عم يجي لا دعم ولا شيء، عم نضيع ديون من هون وديون من هون بس لنمشي امور الناس وما حدا بيرضى عنك. يلا لك ابني، انت ان شاء الله عم تشتغل لله، ويا ابني دير بالك دير بالك، كله الا مصلحة العالم ومصلحة المواطنين يا ابني، لا تخلي العالم تحكي على تربيتي وتفهمني على اخر عمري. ان شاء الله. عرفان؟ يبو بدي اقول لك كلمة. إذا بيكون فيها فروجي وبطل. لا 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 مثل ما قالوا الاوليين. لا اله الا الله. لو قلت لك اذا كان فيها اوليين وفروجي. لا ما قلت لي اوليين. يا يابو مثل ما قالوا الاوليين، اذا حبيبك عسل لا تلحسه كله. مالك ملاحظ انه اخوك خالد يعني خطي شوي لك يابو، والله خطي، يعني شايل هم الدار وشايل همي انا وشايل همك بالمشرمحي، يعني وانت رئيس مجلس يا ابني. جديك انت عم بحكي سنسكريتي انا؟ صار لي 5 ساعات عبلت، عم تطلع صار لي 5 شهور بلا راتب انا وقلت لي انت يلا يلزق وشو بعمل يعني انا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال شلونك جدي؟ الحمد لله، شلونك انت يا قلبي؟ شلون الشغل؟ طمني. الحمد لله جدي، ماشي الحال. الحمد لله، هيك احسن شيء. لا هيكم بنفسي لك حمود الله عم تاخذ راتب ما مثلي يا حسرتي علي انا. بس انا سمعت غير هذا الحكي يا محمد. وشو سمعت يا خاي؟ سمعت جايين $50,000 على المجلس والعالم ما شافت مني الليره. اثنين؟
شو هذا مولار فلان؟ بدك تسال رئيس المجلس. حماد هذا الحكي عم يحكيه اخوك مزبوط؟ انت فعلا شعب زباله. ايه هذا المبلغ اجى انا هلا كل شو كنت عم بحكي لك، ما عم لك كله وفينا ديون يعني كل المبلغ ما هذا بين ايدينا ساعه يعني. اكيد ما رح يهدى ساعه. لك شلون بدي هدى ساعه وانتم مستلمينه؟ يا خاي العالم عم تمشي بالشارع وعم تحشك لك وعم تسمع التعشوقي في داني وعم يقولوا يا حيف التربيه او صالح فيكم. لك طنش يا ابن الحلال، لك شعب ما بيجي الا بالعصايه بشار الاسد قليل عليه. لا يا محمد، الشعب اللي قام ضد الظلم صارت العصايه قليله عليه، الشعب اللي تحمل كل هالدنانير صار بده بشار الاسد. لك وين مبادئك؟ لك وين دينك؟ لك بعد كلامك مشان المصالح. طولوا بالكم انت اثنين، لك طولوا بالكم. لك محمد لك فهمني كرمال الله. لك هذا الحكي اللي عم يحكيه اخوك مزبوط؟ انا صرمت مشان اكبر واحد بيحكي علي ويجيب طاريه بالعاطل. اصلا لولاي ولولا جهودي كان المجلس فرق من زمان. شيلنا من جهودك، شيلنا من صرختك. ليش صاير عم تتكبر على الناس؟ ليش ماشي مثل الديك في الشارع؟ الشيخ اللي عينك رئيس مجلس ليش عم تمشي في الشارع ما عم ترد عليه؟ ليش بتسلم ما بترد؟ لك إيه مرة شفته في الشارع وقلت له مستعجل عند اجتماع ليش كفرت؟ لك ايه كفرت؟ لك هذا الشيخ اللي حطك انت مثل ما بتقول حطك في مكانك المناسب يا ابو مكان مناسب وتضل 3 ساعات تشرح انه مناسب ومناسب. العالم ضجت وانتم كثوره ظلمتوهم، العالم بتطلع مظاهرات ديروا بالكم على حالكم. والله لا خلي ابن ما يسجل يطلع ضدنا، قسما بالله انا ندمع الساعه اللي ولد فيها. عمال انا تربيتك، قسما بالله انا اول من ظاهرين ضدك. ولك خلاص شيل عليك يا خلي يخرج. والله في بالك تربيتي عم تضرب اخوك. لك كل عمرك ما مدت ايدك عليه، المصاري على عيونك يا ولد. معلش يا خلي معلش، قوم اتغدى وروح على الشرب. قوم يا ابو قوم. روح شغل لك يا ابو قوم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شفت يا ابو صالح؟ شفت شو صار فينا يا ابو صالح؟ لك المصاري فرقت بين الاخوان يا ابو صالح. ونقول الحق على الثوره والثوره فاشله. لك الفشل فينا نحن، لك الفساد فينا نحن. الثوره ما فيها شيء، الثوره شريفه. يا رب دخيلك، يا رب ايش هالمصيبه اللي وقعت فيها يا رب. وين وذاك؟ خذوا جبت لكم فلافل وبالدين ها؟ لك ردني على جوعك. وهلا صار هذاك. تعال يا ابو، ايش؟ بدي اقول لك كلمه. طلق يا ابو مثل ما قال الاوليين لا اله الا الله. الطنجره الكبيره بتساعد الطنجره الصغيره. عرفان يا ابني؟ عرفان. بتروح هلا على الورشه اللي عند اخوك، بتبوس له راسه وبتجيبه خليه ياكل معنا. انا اخوه الكبير، لكن انت ما بتفرج على عيال الصالحيه يا زلمه. لك هذا كله كذب. روح يلا. ماني رايح وماني راجع ان شاء الله يهب. استغفر الله العظيم. انت المصاري عمت عيونك يا واد. لكن لا تخلي عمت ولا تخلي ابن عمت. يا رب دخيلك. تعال هطلع مع الحرام. الله يبارك عنهم. لك وين ضرب؟ الله يخرب بيتك يا بشار الاسد. عامل كذا. قسما بالله قلبي نقصني يا ابن الهبط. يا صالح لك ايه؟ لك على اخونا بدك تستنى على الذخيره خايف من صار. يا رب دخيلك يا شو النار يا رب. يا رب دخيلك. خالد خالد. اجت سيارة الاسعاف شيلوا لا اتركوني هون. جدي ايه خلفتك سمعانك. يا جدي سمعانك يا روحي. سامحونا محمد، سامحونا محمد غير. ما غلط بدك اياك والله غلط والله العظيم لو كنت مهندس محل رجعت لي بالحراس. يا محمد لا تغرك المصاري يا خاي، لا تغركم المصاري يا خاي. الشعب هلك يا خاي، الشعب مل يا خاي. رجال فيكم والله غلط والله غلط بسكم. قوم يا لا يا خاي، إذا بدك إياني مرتاح بقبري وبدك الشهداء يرضى عليكم، توحدوا يا خاي، توحدوا وصيروا ايد وحدة
وتحت راي وحدي. بدك توحد ودي معانا، قوم الله يوفقك قوم. يا خاي لا تنسى تحط لي ورد على قبري وتحط لي علم الثورة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لك وين رحت يا عيلتك؟ لك بدي يسألني عنك البيت، بدي تسألني عنك فرشتك، بدي تسألني عنك اغراضك يا قلبي، يا قلبي قوم. لك سافر حبيبي يا ولد وشهيد زفوله، ويا قلب ما اصبرك اخباري يدفنونه. يا رب نقي لك، يا رب يا رب نقي لك يا رب، يا رب. شهيد ان شاء الله يا قلبي، شهيد ان شاء الله يا قلبي، شهيد شهيد يعني وجدتك شهيد. ديما تعمل عود غدا جديد لنا. ها يا قلبي ما عملت. بدك اول اليوم بالشغل. انا بطلت مدرس. والله العظيم بطلت. ما اقبل باي منصب. لانه نفسدني. مناجم مصانع عملت له. هاي الحياة ماش كان معانا راح ماش. جد اشتغل عند الجاسي. لأنه العزل ما هو الثورة. العزل فينا أنا كنت صاحب مبدأ. أنا كنت صاحب مبدأ وقت اللي استلمت ظلمت الناس كلها. ما اعتبرت لحتى فقدتك. بس والله ما لي خبر لسوء. سألنا على حالتنا يا خالد. هاي حالتنا بدنا نشوف المصاري نكلب. إن شاء الله غيري يعتبر قابلناه مثل محمد. والله إن شاء الله غيري يعتبر. أنا والله ما غلطت شيء. بس فعلا يا خاي فعلا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما في انفسهم. أنا بدي أسألكم من هون يعني على بالكم كثير الناس تسمعنا. الله يبارك فيكم. رائعين 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 رائعين. هاي الشهادة بنفتخر فيها نحن. الله يبارك بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم على جميعا. فكرة أنتم حطيتوا صوت تمثيلي عشان الطيارة. طيارة 24 حسب هو أنا سمعته وتعبت عن جد يعني. الله يعطيكم. ونتمنى أن تكون نالت إعجابكم. الفكرة وصلت. فساد